السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، يا ريت لو بتشوفوني لاول مرة ما تبقاش اخر مرة وتشتركوا في القناة علشان تشوفوني كتير. ولو ما شفتوش الحلقات اللي قبل كده هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان تتفرجوا عليها. وخلونا نبدأ مع بعض الحلقة ال26 من مسلسل ايش ايش، واللي بتبدأ بايش ايش لما راحت قابلت لبنى وبعد كده بتقول لها انتي اللي سقطتيني يا لبنى. فلبنى سكتت كده وبعدين قالت لها تعالي ننسى اللي فات. قال لها ننسى اللي فات؟ انتي يبقى انتي اللي عملتي كده. قالت لها والله بصي انا عملت ده قبل ما اعرف ان احنا اخوات. قالت لها لا سيبي موضوع اخوات ومش اخوات ده على جنب، لان الموضوع ده يفرق مع امي اخلاص كابوريا، لكن انا بالنسبه لي ما يفرقش. انا عارفه السواد اللي جواكي عامل ازاي، بس انا مش هسكت لك. فقالت لها طيب انا هقول لك حاجه، سيبك بقى من الدمعتين اللي انا جيت عيطتهم عندكم، اصلا انا كنت لسه متلخبطه. لكن خليني اقول لك الكلام المهم. انا عرفت ان عم ردك وجايه هنا علشان اقول لك انسي خالص مختار وملكيش دعوه بيه، احسن لك ايش ايش عشان ما تشوفيش الوش التاني. انا عارفه كويس قوي انت بتتعاملي ازاي، وعارفه ان انت عالمه والعوالم في دمك. فبدات تقول لها ولو عملتي اي حاجه تاني انا على فكره المره دي جازه ومشمره. فبدات تستهزأ بيها ايش ايش. وبعد كده قالت لها لا ده هقول لك حاجه، انت بقى لو ناويه على استقرار كده وحياه مستقره مع مختار، يبقى خلي بالك ان انت تجيبي شريطين منع حمل كده تاخديهم، لان انا اول ما اعرف ان انت حملتي هجيب كده واجر نفس الراجلين اللي انت اجرتيهم او حد تاني غيرهم وهسقطك يا لبنى زي ما انتي عملتي معايا، وتبقى نونه بقى قصاد نونه. فخلي بالك مني عشان انا لو حطيتك في دماغك مش هسيبك. فبدات لبنى تقول لها لا بصي اللي انتي بتقوليه ده كله مش هتاخدي منه ولا هتطلعي منه غير بتقطيع الهدوم. قالت لها انا ما بيفرقش معايا تقطيع الهدوم، تعالي كده نفترض ان احنا في اتنين طلعوا علينا دلوقتي وقطعوا لنا هدومنا انا وانتي، انتي هتقدري تروحي البيت من غير هدوم؟ فسكتت لبنى كده وما ردتش. قالت لها مش هتقدري، لكن انا عالمه الموضوع ده ما يفرقش معايا خالص وهروح عادي بيتي من غير هدوم. ده مش معناه ان انا لا سمح الله يعني بتفشخر بحاجه زي كده وان انا قلعه، لا، بس انا اعرف اتصرف واعرف اعمل كده، لكن انت ما تعرفيش، فخلي بالك مني احسن. وبدات ان هي تهددها وقالت لها انت اصلا ولا فارق معاكي امك ولا فارق اخوه ولا اي حاجه من الكلام ده. انت كل اللي يفرق معاكي مختار. اول سؤال سالتهولي المره اللي فاتت هو عن مختار، ودلوقتي برضو انت جايه عشان مختار، فعشان كده قبل بقى اللي جاي. وقامت سايباها وماشيه. بنشوف بوشكاش وهو واخد جاتوه كده ورايح عند فرج، وبدأ يجر ناعم بتقل دمه ويقول له انا عرفت اللي حصل، وعرفت ان انت في لخبطه كده وموضوع لبنى والكلام ده كله، وعرفت طبعا ان انت اكيد هتحتاجني، فانا قلت اجي وابدي خدماتي كده وهو كله بفلوسه. وشوف بقى انت هتحييني بكام، يعني ممكن عربيه حلوه من اللي عندك ده كتير عندك، يبقى بالنسبه لي حلو جدا. فالمهم قام طبعا فرج بهدله ومسخره ومسح بكرامته الارض. فطلع بوشكاش يجري